نهار 27 غشت 2011 قناة بنانا كانار نشرات فيديو خلى بزاف ديال الناس تحس بالقشعريرة. فيديو كيبين باللي بعض المرات غير ثواني قلال كافيين باش اي حاجه تمشي في الطريق خطيره وتقدر تبدل لاي واحد المستقبل ديالو. القفزه كانت في منطقه بادجر من علو 1200 قدم. الخروج كان من طائره نقل عسكري باستعمال مظله من نوع تيتين دلتا. في الجو الرياح كانت 30 ميل بحري في الساعه، ولكن قرب الارض هبطات الخمسه. هذا الفرق الكبير بدل مسار النزول كامل وخلى الهبوط يتحول لكارثه. Better do something. صوت كسر العظم واضح وصرخه ديال الالم تسمعات بوضوح في الفيديو، وكانت هذه هي النهايه ديالو في القفز كمظلي. وفي السماء ما كاينش اللعب، خطر صغير يقدر يكلفك العمر كامل. Help! Oh God! I broke my leg, dude. Don't hurt me too much. It fucking hurts so bad. Oh God! Oh God! It hurts so fucking bad. Oh God! Ah! I got tip it. Oh God! The right one! Oh, tip it! The fucking song! نهار 8 يوليوز 2013 مستكشفين ديال المناجم مهجوره صوروا لقطات خلات بزاف ديال الناس يتسائلوا، حيت ما لقاوش حتى شي تفسير لهذا الشيء اللي وقع. السلسله اللي معلقه كتحرك راسها بحال شي حاجه كتعلمهم باش ما يزيدوش يدخلوا اكثر. الكهف ما فيهش الريح وحتى واحد ما قاسها، لما كيتسرب وكاين انجرافات في الطين والسقف فيه انهيارات قديمه. وكل ما زادوا للقدام كل ما كيولي واضح باللي المكان ماشي طبيعي وعايشين فيه شي مخلوقات ما كتبانش لينا. Looking down the tunnel here. وبلا ما يعرفوا السبب وبدون تفسير واضح خداو القرار الصحيح ورجعوا للور. بعض المرات النجاة والشجاعة ما كتكونش في التقدم، بل كتكون في المغادرة في الوقت المناسب. نهار 19 نوفمبر 2017 قناة سيندي تشانل نشرت واحد من أكثر الفيديوهات رعبا. راجل كان سكران وكان حفيان طلع فوق حاجز الأمان وبغى يقرب أكثر لحافة منحدر خطير وتجاهل التحذيرات ديال اللافتات والناس اللي دايرين به. كانوا كيقولوا ليه ارجع، ولكن هو مع الشارب زاد زعم وبغى يوصل لآخر نقطة. Oh no. Oh no. Shit, man. No. Don't look, don't look. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. We told them to come back up. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. ولكن في ثانية وحدة زلق وطاح قدام عائلته، والناس كاملين اللي تما بقاو في صدمة كبيرة. طاح من منحدر خطير وعالي بزاف، وجاب الله ما زادش طاح من الجرف الكبير والعالي. وقف عند الحافة مغمى عليه. جات طائرة الإنقاذ على وجه السرعة، ولكن الوصول ليه هو اللي كان عائق بفعل التضاريس الوعرة وخدا ساعات. هذا الشخص بقى حي ولكن بتلف دماغي خطير وباقي في غيبوبة لحد الآن. الشراب مضر بالصحة، ولكن الناس اللي كتشرب خاصهم يعرفوا بأنه خطر ويقدر يعرضهم لحوادث مميتة لا قدر الله. ناخذوا العبرة من هذا الحادث اللي وقع لهذا الشخص بسبب الشراب، والله يعفو على الجميع. في اعالي جبل ايفرست في واحد المنطقه اللي معروفه بمنطقه الموت كاينين جثث بقاو في بلاصتهم وسط الثلوج في علو كيتجاوز 8000 متر. الضغط ديال الاكسجين هابط بزاف وجسم الانسان ما كيقدرش يصمد لمده طويله، وتيوقعوا اغماءات والحركه كتصعب واي خطر صغير كيؤدي للموت. Sul web delle immagini di questo video, ma senza il nome reale di questa persona. Mila Sedlasek H. Zwidry è morto sull'Oze a circa 8300 metri, il 19 maggio del 2012. È salito in vetta lo stesso giorno e probabilmente è morto per un malessere durante la discesa, vicino al campo 3. Il video in questione risale al 2018
ed è stato fatto da uno scalatore che stava salendo sulla cima dell'Ozio. بزاف ديال الناس في هذه المنطقه كيموتوا بسبب السقوط، وكاين حالات بسبب بقائهم لمده طويله في مكان كيقل فيه الاكسجين وما مصممش باش تعيش فيه.